الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدا يرسل انذارات للناس اللي عليهم ديون وواجبات اشتراك وما مخلصينهمش. الانذارات يعني يمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدوز حتى الحجز على الممتلكات والحساب البنكي باش يحصل دوك الديون اللي كيتساهل. السلام عليكم. خبر هام وهام جدا وضروري تردوا البال لهذا الشيء اللي غادي نقوله في هذا الفيديو. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدا يرسل انذارات للناس اللي عليهم ديون وواجبات اشتراك وما مخلصينهمش واللي تراكموا عليهم. الانذارات يعني يمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدوز حتى الحجز على الممتلكات والحساب البنكي باش يحصل دوك الديون اللي كيتساهل. فكيفاش وشنو واقع وشنو المضمون ديال هذا الانذار؟ فهذا هو اللي غادي نعرفه في هذا الفيديو. كما كتعرفوا بزاف ديال الناس يعني تراكموا عليهم ديون، كاين اللي عام، كاين اللي عامين، كاين اللي 3 سنين ابتداء من سنة 2022 وروح طالع. كاين الناس اللي وصل عندهم يعني الكريدي ولا الديون اللي كيسالهم لا سينيسيس 5000 6000 درهم 7000 8000 وقل ولا اكثر. فيعني ملي تجمعوا هاد الديون يعني الناس اللي ما خلصوش ولا ما قدروش يخلصوا، الله يحسن العون لكل واحد. راه كاين الناس اللي ما قدروش يخلصوا، كاين الناس اللي ما خدامينش درجوهم ضمن العمال الغير اجراء، ولا يعني كاين الناس اللي تسجلوا في امو شامل ومن بعد ما قدروش يخلصوا. فيعني اسباب كثيره وكاين الناس كذلك سبب من الاسباب اللي شائعه. كاين الناس يعني اللي ما كيكونوش عايقين وما كيكونوش عارفين راسهم كاع راهم يعني ضمن العمال الغير اجراء، يعني درجهم ضمن الفلاحين ولا الصناعه التقليديه ولا الحرفيين. فلذلك الواحد ضروري خصو يراقب الوضعيه ديالو ويسول ويشوف، يعني ما يخليش داك الشيء تيكبر ويعني ما يلقى كيف يدير. الحاجه ملي كتكون جديده كتكون سهله تعالجها. المهم دوزو الموضوع ديالنا كما قلنا، يعني راه ملي تراكموا هاد الديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا ولا كيصيفط انذارات للناس. شنو المضمون ديال هذا الانذار؟ كيعطيك الاجل ديال شهر، كيقول لك راه عندك قدا وقدا ديال الكريدي ديال الديون اللي تراكمت عليك، خصك تخلصها، وإلا ما خلصتهاش راه غادي ندوزو معاك المرحلة الثانية ديال الحجز على الممتلكات، وكذا الاقتطاع. إلا كان عندك شي حساب بنكي فيه الفلوس يقتطعوا منه مباشرة بقوة القانون. وهذا المرسوم يعني كان صادق عليه في البرلمان، واللي عطى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحق في الحجز على الممتلكات، أو بمعنى آخر تحصيل دوك الديون اللي كيسال للناس. الخلاصة ديال هذا الشيء وخلاصة القول يعني الواحد يراقب ملي كيجيك ميساج، ماشي ما ديهاش فيه، روح سول طلع هود، المهم تعرف واش راك دايرينك، واش عليك ديون ولا لا، ما تبقاش غير تايه. فيعني كذلك النقطة اللي مهمة، الناس اللي تقدر تخلص تسوي الوضعية ديالها، وكذلك الناس اللي ربما ما خدامينش إلى غير ذلك وجالسين ما عندهم حتى شي خدمة يعني يشوفوا الحل. كاين يعني الناس اللي ما خدامينش بصح يديروا شهادة عدم العمل بلا أنه توقف. ربما كاين الناس اللي توقفوا على ذاك النشاط يدير شهادة ديال عدم العمل ويمشي يشطب على راسو، وما يبقاش الواحد يعني يتهاون في هذه المسائل. وهذا هو اللي بغينا نقوله في هذا الفيديو، ونتمنى يعني نكونوا فدناكم. وهذا الفيديو درناه باش نوصلوا المعلومة للناس، وهذا هو اللي كاين. وبعد المرات كيدخلوا شي ناس كيقول لك ايوا حنا كذا ولا هذه ولا، انا غير اللي بغيت نقول لكم كنشارك معكم المعلومة للإفادة والاستفادة.